عشان يوصلوا للكمال الفني في الأغنية دي، فمهندس الصوت برو سويدن عمل 91 نسخة ميكس الأغنية دي، 91 مرة بيعدل في الترددات والبيز عشان يرضي جنون مايكل جاكسون. وفي النهاية بعد كل العذاب ده، يعني تفتكر معايا مثلا اختاروا الميكس رقم كام؟ اختاروا الميكس رقم 2. تخيل، عشان يثبتوا حاجة احنا حتى كصناع محتوى عارفينها، ان الإحساس الأولاني في أي عمل فني غالبا هو اللي بيكسب. وبرغم ان كليب بيلي جين كان حدث تاريخي وكسر قواعد قناة MTV لما بقى أول كليب الفنان أسمر يتعرض عليها، ولكن برغم كل ده الكليب تقريبا اتمسح من الذاكرة البصرية لكل الناس. والسبب ببساطة إن في حفلة موتاون 25 مايكل طلع على المسرح عشان يغني بيلي جين لايف، وفي الليلة دي عمل لأول مرة حركة المون ووك قدام الكاميرات، لدرجة إن اللوك بتاع البدلة اللي بتلمع مع الجوانتي والشراب بقوا هما الهوية الرسمية لأغنية بيلي جين للأبد.